السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا غاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ ايوا هاني جيت وجبت لكم الجزء الثاني ديال القصه كما وعدتكم. عاقلين بعدا فين اخر بلاصه وقفنا فيها؟ المهم كنا توقفنا فين الهام وعمران مشاو عند فاطمه الزهراء. بقى عمران كيعيط ليوسف ولكن تا هو ما كيجاوبوش. ايوا نكملوا قصتنا. ايوا نمشيو لمكان اخر، بالضبط في واحد الفيلا كبيره وراقيه. في واحد البيرو كان واقف واحد الراجل كبير في العمر، لابس لباس رسمي وباين عليه انه ماشي راجل عادي. كان كيشوف واحد الطابلو معلق تماك وشاد سيجار بين يديه. حتى كيتسمع الدقن ديال الباب دار، حتى كيبان ليه واحد الكارد داخل. بوس السي انس خطف يوسف اللي خرج من العصابه شي 4 شهور دابا. ايوا نعرفكم بعد على هاد السيد. السي عصام هو زعيم المافيا اللي كان خدام فيها يوسف، وهو اللي شاف الكارد بغضب وقال لي فين هما دابا، فين داه الكارد. البلاصه فين كنصفيو الحسابات ابوس. هو اللي هز سلاحو وهو مرعوب وتحرك للبلاصه، ومن موراه 8 ديال الطوموبيلات من نوع جي كلاس اللي كانوا عامرين بلي كارد اللي مسلحين. اما في بلاصه اخر، بالضبط في واحد البلاصه داير بحال شي اوزين مهجور ولا بحال شي سوبر ماركت قديم. مهم بلاصه كتخلع من الاخر. يوسف اللي كان مربوط فوق واحد الكرسي وساد ليه عينيه بقى كيغوط، فين انا دابا؟ شكون جابني هنا؟ انس اللي نطق باستهزاء واستفزاز. سي يوسف، مرحبا بك في الضيافه ديالنا. ماك كتغوط؟ ماك ما مرتاحش؟ ولكن ما تخافش، حنا اصلا جبناك لهنايا باش نريحوك من الدنيا. يوسف اللي نطق بغضب وحده. شكون نتوما واشنو باغيين مني؟ انس اللي قرب حداه وهو يحيد ليوسف الباندا من على عينيه وقال ليه بهاد السرعه نسيتينا؟ ابا يوسف حشومه، حنا بعدا كاع ما نسيناك. ياك الدراري؟ وشاف لي كارد بداو كيضحكوا. يوسف اللي شاف انس ونطق. انس، شكون من غيرك اللي يقدر توصل بيه الجرأة انه يخطفني؟ انس اللي بقى كيضحك مده ويقول ليه ثق بيا، ماشي غير عندي الجرأة باش نخطفك، بل عندي الجرأة باش نوصل معاك بعيد. ابا يوسف ويحط يدو على كتف يوسف وزير عليه بقوة وتحنى لودنو قال ليه شي صحاب ليك دخول الحمام بحال خروجو، والله يسحب لك غادي تجي تخربق ليا العلاقة ديالي مع الوالد وتجي ليا بلاصتي وغادي تمشي بحال ما درتي والو. اليوم غادي تعيش معايا الرعب ابا يوسف. يوسف اللي شاف انس بنظرة احتقار وشفقة وقال ليه الوالد تاعك كان عارفك ماشي راجل، وما تقدش تهز سروالك، بقالك غتهز عصابة تسير الكيليميني. سير شرب الحليب بالشوكولات تاعك ونعس بكري غدا قاري مع التمنية. اللي قال اللي حبسو الضحكة. اما انس اللي ما رضاش ديك الهضره اللي قال لي قدام لي كارطاو وشنق على يوسف وعينيه عامرين بالغضب كيقول لي غادي ندمك. بقى شانق عليه حتى كان يوسف غادي تزهق روحه. في هاد الاثناء غادي تسمع الصوت تاع الرصاص والطوموبيلات اللي كانوا كتار على برا. انس اللي غادي يستغرب ما غادي يفهم والو وغادي يصيفط واحد من لي غارد يمشي يشوف شنو واقع. وشاف في يوسف وقال لي بلا ما تفرح، كان وعدك ما غاديش تخرج من هنا حي، واخا نعرف نموت انا وياك هنايا. ايوا حتى كيدخل الحاج عصام واش على داك الكارد وغادي يمشي ديريكت عند انس وغادي يصرفقو التدرج. غادي يقول ليه ياك قلت لك حتى واحد ما يحاول يقرب من يوسف، ياك وصيتكم، علاش انت ما كتسمعش الهضره؟ انس اللي بغى ينطق ويقطعوا الحاج عصام. سكت، قال لواحد من لي كارد يفك يوسف ويعطيه الماء يشرب ومشى عنده عنقو وقال ليه واش انت بخير ولدي؟ موقع لك والو؟ يوسف اللي شاف الحاجه عصام وهو يقول لي لا لا بخير، ولكن ولدك اللي يمكن محسوس غير بوحدو. انس اللي شاف بابا بنظاره انكسار وشاف في يوسف بنظاره حقد وجبد سلاح وحطو جهه يوسف وبقى كيشوف بابا وقال لي علاش كتفضلوا عليا؟ ولاش ديما كتصغر مني قدامه؟ ياك انا هو ولدك وماشي هو، ولكن اليوم غادي نرتاح منه. وحتى كان غادي يطلق الرصاص تجي في يوسف حتى كيدخل الحاج عصام في اخر لحظه وغادي يدفع يوسف وغتجي فيه الرصاصه هو وطاح الارض. يوسف وانس اللي نزلوا بجوج بيهم على ركابيهم كيحاولوا يعاونوه. انس اللي شد في ايد بابا هو كيبكي يقول لي بابا اسمح لي عافاك بابا، انا راه ما قصدتش نضربك انت، ولكن علاش درتي هكا؟
الحاج عصام اللي جد في ايد انس وايد يوسف وجبكم مع بعضياتهم وقال لهم وكي رجف من الضربه، نتوما خوت. ولدي، نتساوي يوسف خوت، وانا اللي تخليت على يوسف وتخليت على مو وهي حامله به على قبل العصابه. داك الشي علاش انا ديما كنحاول نصلح غلطي وجنبي كنحاول انني نعطيه الحنان والحب اللي حرمته منه في الطفوله ديالو، ولكن مفراسيش غادي نخلق عداوه بينك وبينه. يوسف وانس اللي بقاو غير مصدومين، اما الحاج عصام اللي كان كيلتقط انفاسه الاخيره وعاود شاف فيهم وقال لهم تهلاو في عطياتكم ولدي ويسد عينيه. انس ويوسف اللي مفهم والو وبقاو كيحاولوا يفيقوه ولكن والو. يوسف اللي طحنا عند صدرو باش يشوف واش قلبه باقي كينبض، ولكن انا لله وانا اليه راجعون. الحاج عصام في ذمه الله. انس اللي مقدرش يتقبل الوضع بقى كيقول لا لا مستحيل يكون مات. مشى عند يوسف بقى كيضرب ليه في صدرو كيقول ليه انت السبب، انت كون ما كنتيش انت ما كانش با غادي يموت. اما يوسف اللي بقى مهدن وحاول انه يهدنو حيت كما كان الحال هاد الموقف ما تقدرش تحسد عليه حتى شي واحد. واصلا انس باقي صغير ما فاهم بزاف الحوايج في الدنيا وعمره حاليا 24 سنه. لي قرد اللي هزو الحاج عصام خرجوا من تماك وخرجوا كاملين من تماك كل واحد ركب في طوموبيل. يوسف اللي ركب مع لي قارد في وحده من الطوموبيلات وهو كيفكر فاطمه الزهراء اللي اكيد غادي تكون مخلوعه عليه دابا، وقلب على تليفونه في جيبو صدق لقاه تما حلو. حتى كيتفاجئ كيلقى انه عنده كتر من 50 مكالمه من فاطمه الزهراء والطايمره اللي صونا ليه كتر من مره. ديك الساعه تاكد انها غتكون مخلوعه عليه. تما كيدوز ليها المكالمه، هي اللي كانت جالسه في الكوميساريه وإلهام حداها مع نقاها وكتمسح ليها دموعها اللي نشفوا وكان نقابها فازك بيهم. اما عمران اللي كان غادي جاي كيتسنى البوليس يلقاو عليه شي حاجه. في هاد اللحظه تليفونها كيصوني، هي اللي كطير عليه غير كيبان ليها رقمه وهي اللي كتجاوبو قلبها كيطير بالفرحه. الو يوسف، فينك؟ فين مشيتي؟ خليتيني بيت نموت بالخلع. واللي جاوبها هو كيضحك باش ما تبقاش مخلوعه ويبين لها بلي زعما راه هو بخير. قال لها غاب شويه عليك وحده وحده وانت صرت سبتيهم ليا كلشي في دقه ياك لاباس. شويه عليك حبيبه ديالي ما تخافيش، انا راه كان عندي شي خدمه مهمه داكشي علاش ما جاوبتكش. انا دابا راني جاي للدار كتسنايني فطومتي. هي اللي جاوبته هي معصبه خدمه وخليتيني قلبي كان غيسكت. يو بلا ما تجي عندي سير بات عند هذيك اللي كنتي معاها كاينه شي خدمه مع جوج تاع الليل. ولي بقى كيموت بالضحك وصدرو كيتهز ويتحط وقال لها الله يهديك اش من وحده كنت معاها واش اللي عنده حميمقه بحالك غادي يفكر يخونها يا القطيطه. هي اللي حشمات ودغيا طلقات وقالت ليه يلا صافي تلاقاو في الدار باش تي بجوج كلمات ضحك عليها ويجي واحد راسو مربع يقول لك العيالات كيديروا لنا عادي. اودي خليوني ساكته. ايوا هو اللي تعجب وقال لها كيفاش نتلاقاو في الدار على فين كاينه؟ انا في الكوميساريه دابا. الكوميساريه علاش؟ قتلت هذيك اللي كنتي معاها. هو اللي بقى كيموت بالضحك ياك واش مشيتي تشكي بيا ولا شنو؟ ايوا على سلامتك راه باينه جيت نقول للبوليس باش يقلبوا عليك راني خفت عليك بزاف. اللي بقى كيضحك وقال لها يلا خليك تما انا جاي عندك ما تمشيش بوحدك. يلا لا انا ماشي بوحدي معايا عمران والهام. ولا قال لها طنز يا ربي السلامه غبرت عليك 3 سوايع كاع الدنيا سقط ليا الخبر باللي راني غابر. كون مشيت تغبرت عليك شهر ما عرفتش كنتي غديري. اللي عوجت فمها وقالت لي بدلع لي واحد كان بغيك. هو اللي حط يدو على قلبه وقال لها قلبي ما قدش يتحمل كاع الجمال حتى انا كنموت عليك فطومتي. يلا صافي سيري انا جاي. ايوا يوسف اللي وصل للدار دخلتها موبيلته حتى كيتلاقى فاطمه الزهراء كتسنى حدا الباب عنقات بقوه حتى هو بقى معنقه. ايوا هي اللي بقات كتدل عليه وكتقول ليه زعما بلي قتلها بالخلعه وكانت غتموت وراه فعلا كانت غتموت. ايوا هو اللي بقى كيداعبها وفضل انه بلا ما يقول لها شنو وقع تما يخلي داكشي باش ما تبقاش يعني متوتره فيما يخرج من الدار. ايوا طلعوا
جيت بيتهم حتى فاطمه الزهراء وقفات يوسف وقالت لي بلاتي تسناني انت هنايا واحد شويه اجي للبيت. واللي ما فهم والو، ولكن ما قدرش يخسر ليها الخاطر حيت هي الاميره ديالو وهي اللي عنده في هاد الدنيا. يا فاطمه الزهراء دخلت للبيت عاودت رتبات كلشي، اصلا كلشي بقى مرتب، غير المهم لبست نفس الكسيوه ودارت نفس الميكاب ودارت عطرها المفضل. هي تصيفط الميساج ليوسف باش يدخل زعما للبيت، وتم جاي مع ديك الدخله تاع الباب حتى كيتصدم من هادشي اللي كيشوف. حويجه تاع الدراري الصغار وبالونات، الحروف كبار كاتبين ديك الجمله اهلا يا احلى بابا. واللي بقى كيشوف ما فاهم والو. قال فاطمه الزهراء اشنو هادشي؟ فاطمه الزهراء اللي مشات عنده وشدت ليه في يدو وحطتها على كرشه. انت غادي تولي احسن اب، انا حامله. يوسف اللي بانت الفرحه في وجهه وعنق فاطمه الزهراء بقوه وهزها ضرب بها تهزه من الارض. ومن بعد نزل شجرة شكر لله ودازت ديك الليله بيناتهم وهي كلها حب وفرحه. نسرع عليكم شويه الاحداث حيت ما وقعت حتى شي حاجه مهمه، بس تقريبا 15 يوم من حياة أبطالنا. يوسف اللي كان فرحان مع فاطمة الزهراء بالأخص من يعرف أنه غيولي أب، ونسى كل شي ونسى الدنيا ونسى حتى داكشي اللي كان قال ليه الحاج عصام الله يرحمه في ديك الليلة. وأصبحنا وأصبح الملك كله صباح جديد اللي كان حامل في طياته أحداث جديدة. احنا اللي كنا جالسين كنفطروا أنا ويوسف بقيت تسمع دقنة الباب. المساعدة اللي مشات حلت الباب حتى شوية كترجع لعندنا كتقول يوسف ميسي يوسف شي واحد سميتو انس هو واحد المرة جاو كيسولو عليك. يوسف اللي تفاجئ وناضي يشوف واش بصح انس اللي كيعرفو ولا غير شي واحد اخر، وقال لي نوض من تما. ايوا انا ليه هربت للكوزينه حيت ما كنتش لابسه نقابي بطبيعه الحال كاينه غير انا وراجلي. ايوا يوسف اللي مشى عند الباب حتى كيتاكد انه بصح انس اللي معاه في العصابه، وقف حداه وحده واحد المراه كبيره شويه في العمر والظاهر انها غتكون امو. يوسف اللي استغرب وقال لي انس شنو كدير هنا؟ انس اللي شاف فيه بنصتين وقال لي هذا هو الصواب عندك، ما غاديش تعرض علينا ندخلوا للدار ندوي معاك السي يوسف؟ يوسف اللي شاف فيه وقال لي طبعا تفضلوا مرحبا بكم. هما اللي دخلوا الصالون سولهم يوسف شنو يشربوا وكذا. جبت لهم المساعدة قهوة شربوا منها. حط انس كاس هو يشوف في يوسف ونطق بجدية وقال لي يوسف شكرا على الضيافة ولكن احنا ما جيناش باش نضيف. يوسف اللي شاف فيه بمعنى وعلاش جايين. انس اللي كمل هضرته وقال لي جينا باش نهضروا على الهضره اللي قال بابا داك النهار قبل ما يموت. يوسف اللي عاجته لحظه ادراك انه كان قال لهم بلي هما خوت، ولكن يوسف من رجع عند فاطمه الزهراء نسى كل شيء لخاص فاش عرف انها حامله. راه كنقول لكم البنات الا كنتي كتكوته غادي تخلي الراجل ينسى سميتو ما يبقاش عاقل عليها. ايوا كوني لاله ومالي. ايوا المهم البنات نكملوا. يوسف اللي بقى ساكت مدة كيفكر وكيتفكر كيفاش تدخل لهاد العصابة بأن واحد جا عنده ودخلو، يعني بحال الموضوع كان مقصود، وكيفاش الحاج عصام كان كيتعامل معاه حسن من كاع من ولده. وبقى كيربط الأحداث مع بعضياتهم وكيقول واش ممكن بصح نكون ولده. يوسف اللي شاف انس وقال لي انا راه ما كيهمنيش اشنو كان قال داك السيد، ارى اصلا هو كان في سكرات الموت وروحه كانت كتخرج، يعني غادي يكون غير كيخربق. ويتقاطع الحاجه جميله لا ولدي هو ما كانش كيخرف، هو راه كان ديما كيدوي عليك وما ارتاح حتى جابك عنده وخلاك قريب ليه، واخا دخلك حتى انت لداك العالم المسخه ولدي، ولكن هو راه كان باغيك تكون جنبه. هو اللي شاف فيها بصدمه وقال لي واش نتي مرتو ياك؟ كيفاش كان كيدوي عليا وعلاش جابني عنده وعلاش ما قال لي والو؟ واش نتي هي الام ديالي؟ هي اللي شافت فيه وقالت لي لا ولدي انا ماشي امك، ولكن الحاج عصام هو الاب تاعك وانا غادي نقول لك كلشي وعلاش تخلى عليك وعلاش ما قال لك والو، ولكن غير بشويه عليك. ومدت ليه واحد الكاس الماء حيت بان فيه انه مصدوم ومعصب وكلشي تجمع عليه.
هي اللي بدات كتعاود ليه كيفاش ان باه ومو كانوا كيبغيو بعضياتهم وتزوجوا، فاش كانت ماما حامله به. وفي الشهر الاخير ليها شي وحدين من العصابه كان عندهم مشكل مع السي عصام، هادشي اللي خلاهم حاولوا انهم ينتقموا منه، ومشاو خطفوا الام ديال يوسف. فاش السي عصام لقاهم قرروا انهم يضربوها بالرصاص. ديك الرصاصه جات في الجنب اليمين ديال الام ديال يوسف، هادشي اللي خلاها تنزف بزاف. واخا هكاك السي عصام حاول يديها للمستشفى دغيا، ولكن الاطباء ما قدروش يعتقوه، وقدروا يعتقوا الجنين اللي هو يوسف. هادشي اللي خلى عصام يتعصب بزاف وقرر ينتقم منهم، ولكن واخا هكاك كان خايف على يوسف، حيت ديك الساعه كان هو يلاه بادي وهما قوى منه. داكشي علاش داه وحطو في دار الايتام. ومني كبر جابو لعندو وقرر ما يقول ليه والو، باش ما يصدموش وباش ما يحملوش المسؤوليه تاع الموت تاع ماما. يوسف اللي بقى غير ساكت والدنيا دارت بيه، اما الناس اللي حتى هو تاثر وبقى في هادشي كامل اللي وقع ليوسف. وناض عند يوسف حط يدو على كتفو وقال لي: يوسف، اللي وقع دابا، وما عليك غير بالصبر. وانا جيت لعندك اليوم غير باش نقول لك جيب باش نقسموا الورث، حيت الحاجه جميله امراه قلبها طيب وما باش ولدها ياخذ الحق تاع خوه، بالاخص انها كنت عارفة أن يوسف يتيم، وكان كيحسب لها بلي يوسف ما عنده والو دابا ومكرفص من ناحية الحالة المادية. كاين هيهات هيهات ستي يوسف راه راجل ونص، دار فلوس بيدو، بطبيعة الحال دارهم مع العصابة. المهم وزاد أنس عطاه بالظهر. وناضت الحاجة جميلة من وراه حتى هي قالت ليه: الصبر الصبر يا وليدي، دابا يفرجها ربي. وخرجوا. اما فاطمه الزهراء اللي كانت عاسه عليهم في الكوزينه حتى كيبانوا ليها، وهي تمشي كتجري لعندو يوسف باش تعرف شنو واقع. تا كتصدم فاش كتلقى يوسف بحال كبيتي عليه شي سطل الماء بارد، مصدوم ومرفوع. هي اللي كتقرب عنده كتقول ليه: يوسف حبيبي، انت فعل الله ياك لاباس؟ شكون هادو علاش جاو عندك؟ هو اللي شاف فيها بنظرات بارده اللي عمرو شاف فيها ديك النظره قبل. قال لها: ما قدش ندوي دابا. وناض خرج، مشى جيد طاموبيلتو وبقى غير سايق، ما عارف فين يمشي، عقلو غا مع داكشي اللي سمع. اما فاطمه الزهراء اللي ما طمنهاش قلبها، وناض بالعكز عليها، لبست عبايتها ونقابها وتبعات بطاموبيلها. شافتو غير غادي وكيخيط في الطريق، مشات حتى وجهها، بقات حتى هي غا تابعه. توصل لواحد البلاصه معزوله في جنب الطريق، كاينه حتى شي بلاصه بحال شي غاب. المهم باركا الطوموبيل ونزل طلع حداه وهو كيمسح شعرو وكيصوت وما عارف باش تبلى. اما هي اللي باركات حداه ومشات عنده: يوسف حبيبي مالك، خلعتيني عليك. هو اللي شاف فيها بتعجب: اش كديري هنا؟ اللي شافت فيه وبدات كتبكي. البطله تاعنا: بكا يا اختي بحالي وبحالكم بطبيعه الحال، بحالنا كاملين يا اختي. وقالت ليه: ما قدرش نجلس في الدار وانت خرجتي في ديك الحاله. هو اللي عنقها بقوه وقال لها: في النصره انت سندي في هذه الحياه، الله لا يحرمني منك. بقاو معانقين مده وما كيبكيو. حتى كيتفكر يوسف ان فاطمه الزهراء حامله وما خصهاش تبقى جالسه هكا في الارض. هو يمسح لها على راسها وقال لها: يلا نوضي نمشيو للدار، بارك علينا، راه ما مزيانش ليك تجلسي بحال هكا في الارض. هي اللي شافت فيه وقالت ليه بداله: باش انت بخير بعدا؟ واللي شاف فيها وقال لها: ثقي بيا، مني عندي انتي انا بخير، انا في حضنك كنسى العالم. وركبوا في الطوموبيل. فاطمه الزهراء اللي قالت لي يوسف التردد: يوسف واش تقدر تقول لي مالك، راه خفت عليك بزاف. واللي يبدا كيعاود ليها وهي غير كتحاول تحبس الدموع حيت بقى فيها راجلها. يوصلوا للدار وداز النهار اللي الصراحه كان خايب بزاف، ويوسف اللي كان غا مخربق، حتى انا اللي ما كارتاحش اذا كان هو ما مرتاح. راه انا وياه واحده البنات، فهمتي كيفاش؟ ايوا المهم داز السيمانه على الموضوع، وانا ديما كنحاول نخلي يوسف ينسى داكشي كامل، ولكن راه عنده خوه وخاص يمشي عنده. انا اللي مشيت عنده وفتحت معاه الموضوع، قلت ليه بلي خاصو يمشي عند خوه ويتصالح معاه، حيت عرفت ان العلاقه بيناتهم كانت بحال مخربقه شويه هاد الايامات. وحاولت انني نقنعه انه هو الكبير ومول العقال وخصو يمشي هو يبادر ويصل للرحم ديالو وما يقطعهاش.
وبلي زعما خوه هو الشخص الوحيد اللي بقى لي في هاد الدنيا من عائلته، وخصو يمشي عندو كدا. واللي في الاول رفض الفكره وقال لي من الاحسن كل واحد يعيش حياته، حيت اصلا ما غاديش يتفاهموا. ولكن واخا هكاك انا بقيت مصره، كل مره كنجرب معاه الموضوع حتى الحمد لله من بعد شهر تاع النقير والنكاد وكل مره نجبد مع الموضوع اخيرا قرر يمشي عند خوه. وهذه نصيحه لكم حتى نتوما البنات، الا شفتي راجلك قاطع رحمه مع عائلته ولا والديه ولا خوتو، نصحيه. راه الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا على صلة الرحم. تكونيش من داك النوع اللي كيقول لي علاش مشيتي عند داركم، علاش عطلتي لداركم، علاش درتي لداركم. حشومه، كيما بيتي خوك يتعامل مع والديك خلي راجلك يتعامل مع والديه. ايوا المهم البنات، ايوا هو اللي قال لي واخا غادي نمشي نتصالح معاه، وعيط لي علمو بلي غادي نجي نتغداو وقال لي نمشي معاه. ايوا انا اللي لبست عبايتي كيما العاده ونقابي الاسود، راكم ولفتوني البنات كيفاش كنخرج. ايوا هو اللي كان يوسف اللي كان لابس قميجه بيضة وسروال تاع الثوب في الاسود. ايوا مشينا وطرقنا المخبازه حيتاش كنحشومه نمشيو بيدينا خاويين. وصلنا عندهم، صراحه كانوا ساكنين في واحد الفيلا كبيره وزوينه، حاجه جميله. اللي غير شفتنا فرحات بينا بزاف، وغير شفتني بالنقاب قالت لي يوسف يمشي لجهه الصالون اللي فيه انس، وانا وياها مشينا لجهه اخرى. المهم يوسف اللي دخل سلم على خوه وبدا كيحاول يتقرب منه. الصراحه تصدم حيت اكتشف انه كان غلط في انس، وبلي هو ولد محترم ومربي، حتى هو ما كانش عاجبو ديك الطريقه اللي كان فيها بابا. ايوا تغدينا ودوزنا نهار زوين الصراحه ورجعنا للدار. ايوا يا البنات، هكا داز ليا سنين واعوام. ايوا الهام وفاطمه الزهراء اللي كانوا جالسين في واحد القهوه راقيه كيشربوا عصير ومجمعين مع بعضياتهم، حتى كيجيو جيتهم واحد جوج دراري وبنيته بحال القمر كتشبه لفاطمه الزهراء فاش كانت صغيره. كيتلاحوا البنيته والوليد على فاطمه الزهراء، وواحد من دوك الدراري تلاح على الهام. بقاو كيغوتوا ماما ماما ما ستيش شنو لنا وما ستيش شنو سلينا. ايوا حتى هما عمران ويوسف جايين كيدويو على الخدمه، دار الرجال ما كيساليوش من الخدمه. وصلوا عندهم وكل واحد سلم على مرته وجلس حداها، بقاو كيضحكوا مع بعضياتهم بكل حب. الصراحه الحلال زوين، ربي يرزقكم الحلال يا البنات كاملين. اذا ما قلت لكم فاطمه الزهراء ولدت توام بنيته ووليد، وإلهام ولدت وليد. وكتبت بخط عريض النهايه.